السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة عالم سكينة يحيى. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية، ورمضان كريم الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة وبكاع المتمنيات ديالكم. كيف ما كتشوفوا معايا حبابي، اليوم غنشارك معكم طريقتي المتواضعة في تحضير نوع من المعسلات الرمضانية اللي غنحتاجوا ليها كمقادير: نصف كأس مملوء ما بين الزبدة والزيت، كأس فيه الماء دافي ومذوبه في ملون غذائي، ماء الزهر، ملعقه نافع مطحون، كاس تقريبا ديال الجنجله مطحون، الكوزه غنحكوها من بعد، معلقه القرفه، رشه ملح، والدقيق غيبقى حسب الخليط. وندوزو لطريقه التحضير. وفي القصريه غادي نوضع الطحين. الطحين هنايا احتاجيت تقريبا نصف كيلو. نتوما الا بغيتو تضولوا المقادير راه غديروا الكميه اللي غتكفاكم. انا درت هنايا نصف كيلو من الطحين الابيض الخاص بالحلويات. غنضيف عليه النواشف اللي هما ملعقه صغيره من القرفه وملعقه صغيره مع مرش ديال الملح، وكذلك الكاس اللي طحنا ديال الجنجلان كيبقى اختياري، وتقدروا تعوضوا بالكاوكاو كذلك حتى هو كينسم هاد المعسلات ديالكم. ملعقه كبيره مطحونه ديال النافع اللي يكون اختيار في المنسمات اللي بغيتو تضيفوا. والكوزه هنايا غادي نحكها في الحكاكه الخاصه ديال الطماطم، حتى هي كتعطي واحد النكهه رائعه للمعسلات ديالنا كيف ما تشوفوا معايا حبابي. يعني هنايا كاع النواشف قمت بوضعها وغادي نخلطهم باليد ديالي، وغادي نستمر في حك الكوزه المقادير كامله بالنصف الكاس ديال الزيت مع الزبده، يعني مخلطين ما بين الزيت والزبده والماء الدافئ اللي ذوبنا فيه الملون الغذائي. وغادي نجمع ان شاء الله العجين يعني جمعتها بهذاك الكاس ديال الماء الدافئ، ما كملتوش كامل، يعني ناقصه من واحد الكميه، يعني كيبقى حسب نوعيه الدقيق. وحتى العجينه ما خصهاش تكون جاريه وما خصهاش تكون يعني قاصحه. وغنخلي العجين ديالي ترتاح ان شاء الله، ونتلاقاو فيما بعد.
من بعد ما ارتاحت العجين تقريبا واحد نصف ساعه وانا دايرها في البلاستيك الغذائي او السلوفان او القوام ديالها كما كتشوفوا معايا. وغادي ندير بالمدلك كيف ما غادي تشوفوا معايا، غنبسطها مزيان حيت ما عنديش يعني ما كنتوفرش على الاله ديال التوراق باش كنورقوا العجين الخاصه بالمعسلات. انا غادي نكتفي بالمدلك خشبي، غادي نبسط به العجين كيف ما غتشوفوا معايا. غادي نبسطها، غنحاول انني نرققها مزيان. الا درتوها وبسطتوها مزيان يعني كتجيكم باش كطيب كتجيكم مقرمشه وما كتجيكمش معجنه من الداخل. اما الا خليتوها غليظه يعني السمك ديالها غليظ ما رققتوهاش مزيان يعني راه كونوا اكيدين انها غتجيكم معجنه وما غاديش طيب لكم من الداخل. هذه نقطه مهمه جدا بغيكم تركزوا لي عليها. التوراق ضروري سواء بالمدلك او يعني او بالاله الخاصه بالتوراق، راه مهم بزاف هو اللي كيخلي المعسلات ديالكم يجيوكم مورقين وهشاش ويعني ويجيو طايبين من الداخل، ما يجيوش معجنين من الداخل. وانا غادي نستمر في ذلك العجين وتوراقها حتى نحصل على واحد السمك كيكون رقيق ما يكونش يعني سميك بزاف. وغادي نشكل اشكال كيف ما غتشوفوا معايا. هذا واحد الشكل الاول من المعسلات اللي قمت بها، الشكل ديال الضفيره او السبوله كيف ما كتشوفوا معايا. يعني كناخذ 3 ديال الورقات، كندير وحده فوق وحده كنفتحهم من الوسط، كندخل دوك الاطراف الفوقيه في الوسط وكنخرجهم كنحصل على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. يعني الطريقه سهله جدا. هذا النوع الاول ديال المعسلات اللي قمت به. غنشارك معكم النوع الثاني حتى هو كيجي رائع جدا فانتم كيف ما كتشوفوا معايا. وهذا النوع الثاني من المعسلات اللي كيجي على شكل رغيفات مربعين، كيجي حتى هو كذلك رائع. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا راني قطعت العجين على شكل اشرطه طويله يكونوا تقريبا في نفس السمك وفي نفس الطول كيف ما كتشوفوا معايا. وغادي نطوي بحال الشكل ديال بحال الشكل ديال المسمنه. غنطوي على 3 وغنقطع وغادي نحتفظ بهم في شي لاطه حتى ان شاء الله نطيبو. هذه هي الطريقه كتجي سهله وكيجيو زوينين حتى في المنظر، كيجي المنظر ديالهم رائع. يعني اللي بغى تغيير واللي يعني ما عندهاش الوقت باش تبقى دير في الشباكيه وكتاخذ الشباكيه شويه الوقت في التشباك، يعني دي طريقه او معسله كتجي سهله كتجي حتى في المنظر كتجي رائعه. نتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه السهله والبسيطه. وحتى كذلك المقادير جد اقتصاديين. وشكرا لكم على حسن المتابعه. نتمنىكم ان شاء الله تبارطاجيو معايا الفيديو باش تعم الفائده باش كاع البنات يعني مقبلين ان شاء الله على شهر رمضان اللي بغى يعني تغير انواع ديال المعسلات اللي معتمده عليهم. يعني هذا شكل جديد وشكل يعني كيجي راقي في المنظر. وهانتوما كيف ما كتشوفوا راني طيبتهم في الزيت يكون ساخن، غنقليهم ونديرهم في العسل. وتزين انا زينتهم بالسمسم او جنجلان. ممكن كذلك تزينوهم بالكاوكاو او الفول السوداني وتقدموهم كيف ما كتشوفوا على الشكل الاتي. كيجيو راقيين مقرمشين، كيجيو يعني لذاذ بزاف خصوصا فيهم داك جنجلان مطحون والقرفه والمزهر كيجيو رائعين يعني بمقادير ديال الشباكيه اللي معتمدين عندنا. وشكرا لكم على حسن المتابعه وكنضرب جديده ومع السلامه.